استكمالا لكلامنا عن سلسلة الكومن 20 الجديدة من تكنو، وبعد ما اتكلمنا بالتفصيل عن النسخة البريمير والنسخة الستاندرد أو القياسية من الموبايل، واللي فيديوهاتهم موجودة هنا على القناة ممكن تبقوا تتفرجوا عليها بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده. فاحنا بقى في فيديو النهاردة هنتعرف على النسخة البرو من الموبايل، واللي بتيجي بإصدارين، نسخة 5G والنسخة التانية 4G، ودي اللي هنتكلم عنها النهاردة، وهنتعرف على كل مواصفاتها وكل مميزاتها وعيوبها. بس يا ريت في الأول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أنا محمود طمان، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. سلسلة الكومن 20 كلها من تكنو بتيجي بنفس الديزاين أو التصميم، مفيش ما بينهم أي اختلاف يذكر، والتصميم ده بصراحة تصميم فريد جدا من تكنو، ومش هتلاقيه شبه أي تصميم من أي شركة تانية. والمميز أكتر في الموبايل ده هو خامات التصنيع، فالتليفون بيجي بنسختين من خامات التصنيع دي، نسخة بخامات تصنيع من الإزاز والنسخة التانية من الجلد، والاتنين بصراحة أحلى وأشيك من بعض، تختار بقى ما بينهم أنت وذوقك. ولكن بقى الإطار أو الفريم اللي حوالين الموبايل بيكون من البلاستيك. جودة تقفيل وتصنيع الموبايل كويسة، وأبعاد الموبايل وسمك ووزنه كويسين ومناسبين جدا، فأنت بالتالي مش هتلاقي أي صعوبة خالص في استخدامك للتليفون، وهتتعود عليه بسرعة. فتصميم الموبايل بصراحة محترم وهيعجبك جدا، وهو من أهم مميزاته، وأنا ماليش عليه أي تعليق سلبي. الكومن 20 برو 4G من تكنو بيجي بشاشة كاملة بالتصميم الجديد اللي بثقب أو بانش هول دوت ديسبلاي، والثقب ده حجمه صغير جدا وبيجي في نص الشاشة من فوق، والشاشة حجمها كبير 6.67 بوصة من نوع أموليد بجودة فول اتش دي بلس، بحيث إن كثافة البكسلات في الشاشة 2400 في 1080 بكسل، وده هيدينا 395 بكسل لكل بوصة في الشاشة، ودي كثافة بكسلات ممتازة جدا. الشاشة جاية بأبعاد عرض كبيرة 20:9، وبتستحوذ على 85.7% من حجم الواجهة بتاع التليفون كله. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة، فبصراحة الشاشة الأموليد دي هتقدم لك أداء ممتاز، وده من حيث درجة الحدة والتشبع والسطوع بتوع الألوان اللي بيظهروا عليها. هتحس كده إن الألوان منورة ورايقة قوي، والسطوع والحدة بتاع الألوان ممتازين، والكلام والتفاصيل والأيقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا واضحين ومتشافين بشكل كويس جدا. وبرضه من أكتر الحاجات اللي بتميز الشاشة دي إنها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت 120 هرتز، وبصراحة ده معدل تحديث ممتاز جدا، واللي هيخلي أي حاجة تشتغل معاك على الشاشة بتاع التليفون ده، سواء فيديوهات وخصوصا الجيمز كمان، هتشتغل معاك بشكل سموز وسلس وانسيابي جدا. والشاشة دي علشانها شاشة أموليد بتدعم خاصية الأولويز أون ديسبلاي، علشان تعرض لك أي إشعارات بتجيلك على الموبايل من غير ما تضطر إنك تفتحها، ودرجة سطوعها كويسة، فأنت مش هيقابلك أي مشكلة خالص وأنت بتستخدم الشاشة دي تحت أشعة الشمس المباشرة. وبرضه حواف وأطراف الشاشة حجمهم صغير جدا، وده مع الشاشة الكبيرة دي اللي بنوعية ودقة عالية هيقدموا لك أداء هايل جدا في عرض أي محتوى عليها من أي نوع، خصوصا في الجيمز. وبذكر الجيمز، فكل حاجة في الموبايل ده بتقول إنه موجه بامتياز للألعاب أو الجيمز. فالتليفون بيجي بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك من سلسلة الجيل المخصصة للجيمز، وهو الهيلو جي 99، واللي موجود في أجهزة كتير جدا زي النوت 30 برو من انفينكس، وكمان الجالاكسي A24 من سامسونج والريلمي 10. والتليفونات دي كلها مراجعتها موجودة هنا على القناة، ممكن تبصوا عليها من الآي اللي فوق دي. فالمعالج ده معالج اوبتا كور 8 النواة، وبيجي بتردد لغاية 2.2 جيجا هرتز بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسومي هو المالي جي 57 MC2. التليفون بيجي بنسخة واحدة بسعة تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، ودي أرقام وساعات ممتازة جدا وهتكون أكتر من كافية لاستخدامك. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الموبايل، فهو في المجمل هيقدم لك أداء كويس جدا وهيعجبك، وده في كل المهام والاستخدامات. يعني في المهام اليومية العادية زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات والحاجات دي كلها، التليفون هيقدم لك أداء محترم، هتقدر تستخدم كل التطبيقات دي من غير ما يقابلك أي تهنيج أو لاج في الموبايل. وبرضه أداء التليفون في المهام المتعددة أو المالتي تاسكينج هيكون أداء كويس قوي، وهتقدر إنك تفتح أكتر من تطبيق في الخلفية وتتنقل ما بينهم بشكل سلس وسريع، وده من غير ما يقابلك برضه أي تهنيج أو لاج في التليفون. والموبايل هيقدر يحتفظ بالتطبيقات دي لمدة طويلة في الخلفية من غير ما يقفلهم، وده علشان الساعة الكبيرة بتاع زمان. ولكن بصراحة وزي كل التليفونات اللي بتيجي بالمعالجات دي بتاعة الهيلو جي، أدائها مش هيكون أفضل حاجة في الحتة بتاع الاستخدامات اليومية أو المالتي تاسكينج، لأنها في الأساس موجهة للجيمز. فالتليفون ده هيقدم لك أداء ممتاز جدا في الجيمز سواء الخفيفة أو التقيلة. يعني أنت في الجيمز الخفيفة والمتوسطة التليفون هيقدم لك أداء محترم جدا، مش هيقابلك أي تهنيج أو لاج في الموبايل. كل الجيمز دي هتشتغل معاك بشكل ممتاز، وبرضه في الجيمز اللي بجرافيك عالي فهي هتشتغل معاك بشكل كويس جدا، حتى لو أنت بتلعب الجيمز دي على إعدادات جرافيك عالية. ولكن نصيحتي ليك علشان تاخد أحسن أداء من الموبايل في الجيمز التقيلة دي، إنك تلعبها على إعدادات جرافيك متوسطة، عشان التليفون يشتغل معاك بشكل كويس من غير ما يهنج خالص.
فلو انت عاوز موبايل في الفئة المتوسطة الدنيا يكون استخدامك الاساسي ليه هو الجيمز، فبصراحة التكنو كومنت 20 من تكنو هيكون اختيار مثالي جدا بالنسبة لك. الموبايل جاي بكاميرا خلفية ثلاثية. الكاميرا الاساسية بتيجي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.7، والكاميرا الثانية فهي الخاصة بعمل العزل او وضع البورتريه وبتيجي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4، والكاميرا الثالثة والاخيرة فهي كاميرا فيجا. والثلاث كاميرات دول ملحقين بفلاش LED قوي على شكل دايرة واللي شكله جميل جدا بصراحة. فبصراحة الكاميرا الأساسية دي هتقدم لك أداء ممتاز وهيعجبك قوي. يعني في الإضاءة القوية أو في ضوء النهار هتقدر باستخدام الكاميرا دي إنك تاخد صور محترمة. الألوان اللي بتظهر فيها بتكون حادة ومشبعة جدا ودرجة سطوعها ممتاز. هتحس كده إن الصور رايقة وهتنطق بصراحة من جمالها وحلاوتها. وكمية التفاصيل اللي بتظهر فيها كتيرة ودقيقة، والتبان بتاع الألوان مظبوط، مفيش لون داخل على التاني. وبرضه في الإضاءة الضعيفة أو الليلية فالصور بتفضل محافظة على جودتها بنسبة كبيرة، وده عشان الدقة العالية بتاع الكاميرا وفتحة العدسة الواسعة بتاعتها. وكمية النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها بيكونوا مش متشافين قوي. وهتقدر باستخدام الكاميرا التانية بتاع العزل أو البورتريه إنك تحدد أطراف الصور وتعزل الخلفية بشكل مقبول. أي نعم طبعا أدائها مش أفضل ولا أقوى حاجة وبيظهر فيه شوية غلطات، ولكن يعني هو عادة ده المعتاد في الفئة السعرية دي. كنت أتمنى بس لو كان التليفون جاي بكاميرا ثالثة خاصة بالتصوير الألترا وايد، كان هيزود جدا من قيمة الموبايل ده، وكان هيديك اوبشن اضافي محترم في الكاميرات بتاع التليفون. وبرده من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الكاميرات بتاع الموبايل ده انه ما بيدعمش تصوير فيديوهات بجودة 4K، فانت يا دوب هتقدر تصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بلس بس، وده بدقة 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانية. اما بقى بالنسبة للكاميرا الامامية بتاع الموبايل ده فهي بصراحة من اقوى واهم مميزاته. فالتليفون جاي بكاميرا امامية وحيدة بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.5، وهي عدسة واسعة وملحقة بفلاش LED من قطعتين. وهتقدر باستخدام الكاميرا دي انك تاخد صور سيلفي ممتازة. درجة الحدة والساتوريشن بتاع الالوان اللي بيظهر في الصور ممتازة جدا، وكمية التفاصيل اللي بتظهر في الصور بتكون كتيرة. وهتقدر باستخدام الكاميرا دي انك تاخد صور سيلفي محترمة جدا، هتكون معجب بيها لأقصى درجة في كل المناسبات وظروف الإضاءة. الكامون 20 برو 4G من تكنو بيجي ببطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير، وأي نعم دي مش أكبر سعة بطارية موجودة دلوقتي، ولكنها هتكون كافية جدا لاستخدامك وهتكمل معاك اليوم كله من غير أي مشكلة خالص، خصوصا إن المعالج بتاع التليفون ما بيستهلكش كتير من طاقة البطارية. وبرضه من الحاجات المميزة في البطارية دي إنها بتيجي بقدرة شحن 33 واط، وده يعتبر شحن سريع ولكنه طبعا مش أسرع حاجة. فالتليفون هيتشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعة و10 دقايق تقريبا، وده هيكون من خلال منفذ USB تايب سي. التليفون بيجي بأحدث نظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة تشغيل تكنو الهاي او اس فيرجن 13، وبصراحة الواجهة دي واجهة كويسة. الانيميشن والايقونات بتاعتها شكلهم حلو وكويس وهيعجبك، وأداها على الموبايل كويس، ماهيش تقيلة ومفيش فيها بجز أو مشاكل كتير. وكمان فيها شوية مميزات هتعجبك، زي انها تدعم وضع الدارك مود بالكامل، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشة لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الرابع ال 4G. وبرضه هتقدر انك تركب كارت ذاكرة خارجي مايكرو اس دي كارد، وده حتى 1 تيرا في منفذ خاص بيه. الموبايل بيجي بمستشعر بصمة اسفل الشاشة، والمستشعر ده اوبتيكال مش سوفت وير، وعلشان كده اداؤه هيكون ممتاز جدا من حيث الدقة والسرعة بتاعته. كمان التليفون بيدعم خاصية الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمة ولاج الفيس اي دي، واللي بتشتغل بشكل كويس جدا من حيث دقتها او سرعتها. وكمان من المميزات المحترمة اللي موجودة في الموبايل انه بيجي بسماعات ستيريو، والسماعات دي صوتها عالي ونقائها كويس جدا. وطبعا ده مع الشاشة الكبيرة الكاملة اللي بجودة ونوعية ممتازين اللي موجودين في الموبايل، هيقدموا لك مع بعض كده تجربة مالتي ميديا هتكون راضي عنها بشكل ممتاز جدا. الموبايل بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله، والجي بي اس اللي في الجهاز ده كويس جدا من حيث الدقه والسرعه بتاعته. وكمان التليفون بيدعم تركيب وصلات الاو تي جي، وموجود فيه راديو اف ام، وموجود فيه مستشعر لاتصال قريب المدى ان اف سي. ولكن بقى الموبايل ما فيهوش مستشعر اي ار وغير مقاوم للمواد الغبار. التليفون بيجي بلونين، اسود وازرق سماوي، وعلبه التليفون بيجي فيها الشاحن السريع وسلك توصيل يو اس بي تايب سي، وجراب للموبايل، وسماعات هاند فري، وسكرينه للشاشه، وده بزرج الشريحه والضمان وكتاب التعليمات. وسعر البيع بتاع الموبايل حوالي $210. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. الكامون 20 برو 4G من تكنو هو تليفون موجه للجيمرز بامتياز، وده علشان الشاشه الكبيره بتاعته اللي بريفرش ريت عالي جدا، وكمان المعالج القوي اللي موجود في التليفون، واللي هيخلوك لازم تفكر في الموبايل ده بجديه لو انت جيمرز وعايز موبايل للجيمز بسعر مناسب. وكمان التليفون بيقدم لك مواصفات تانية محترمة جدا، زي التصميم المميز والكاميرات الهايلة والبطارية الكبيرة. مميزات تانية كتير جدا في التليفون هتعجبك.
وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شاف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير، ولو ده اول مره تشوفني فياريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.